ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل فكره هنستخدم فيها ازازتين الدواء دول. زي ما انتم شايفين الازازتين واخدين الشكل الهرمي، والشكل ده عجبني جدا، وبالذات ان واحده اكبر من واحده فهيقدروا يبقوا شبه الديكورات الجديده اللي طالعه دلوقتي. زي ما انتم شايفين شلت الصورتين اللي عليهم او الستيكر اللي بيكون عليهم، وهشيل البلاستيك اللي فوق ده مكان الغطا، وهبدأ اعمل بيهم ديكور نازل جديد جدا دلوقتي وترندي. هستخدم الدهان البلاستيك ده ولون اللون المستردة واللون البني وبيكربونات الصوديوم، علشان انا النهارده هعمل فكرة يا رب تعجبكم. هنعمل الاشكال الخزفية الجديدة. هاخد شوية اللي انا محتاجة لهم من الدهان البلاستيك، مش هاخد كتير في الاول علشان لو اللون تقل معايا اقدر ان انا اخففه من الدهان تاني. اهو زي ما انتوا شايفين مش هضيف عليه اي حاجة غير الالوان، يعني مش هخفف الدهان. هبدأ ارج اللون كويس عشان اللون بيكون كله مركز تحت كده، فلازم ارجه كويس علشان اللون يطلع معايا كويس. وخدت شوية من اللون المستردة وهبدأ بقى اقلبه كويس جدا في اللون الابيض. انا بحب المراحل تكون معايا واحدة واحدة، علشان كده ما ضفتش اللون البني معاه، استنيت لما اقلب اللون ده كويس وبعدين ابقى اضيف باقي الالوان. ودلوقتي بقى هبدأ اضيف برضو اللون البني، واتمنى اللي وصل معايا للجزء ده يضغط لايك. ضفت كده نقطة صغيرة من البني، هفضل اضيف نقط صغيرة لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاه، عشان ما ادلوش مرة واحدة كتير من اللون وبعد كده يطلع تقيل جدا معايا وابدأ اخفف من الدهان. فانتوا كده بتهدروا دهان كتير، لما بتبدأوا شوية بشوية صغيرين بيكون افضل كتير ليكم. اهو بقى عندي باللون ده. وما تنسوش ان البلاستيك بعد ما بينشف بيكون افتح من الدرجة اللي انتوا اخترتوها او اللي انتوا عملتوها. انا هنا كنت ضفت 3 نقط تقريبا من اللون البني، مش النقطة اللي شفتوها بس، علشان كده اداني الدرجة البيج دي. وهبدأ بقى اضيف عليها من البيكربونات الصوديوم. الكربونات الصوديوم دي هنا دورها انها تدينا عارفين لما بيبقى الخزف كده خشن من بره، هي دي بتدينا الخشانة اللي بتكون من بره دي، والبروز الصغيرة بيكون شكله طبيعي جدا وبيكون حلو جدا. فان شاء الله تبقى التفاصيل معاكم سهله. هجيب بقى سبونجة او اسفنجة وابدا ادق كده على الازازه اللي معايا، مش هدهن، لا هدق عليها عشان تبقى معايا خشنه اكتر. اهو زي ما انتوا شايفين واحده بواحده، وببدا ادق عليها بالاسفنجة اللي معايا. وسوري ان انا بتاخر عليكم، والله بتوحشوني جدا جدا. هنا بعد الاتنين ما نشفوا، بس بصراحة لما نشفوا حسيت ان اللون ده مش ده اللي انا حباه. كده كده هي لازم تاخد وشين من الدهان، بس حسيت ان هو فاتح، فتقلت اللون بالبني شوية علشان يديني اكتر اللون اللي انا حباه. وبرضو تاني مرحلة بنفس المرحلة الاولى بالسبونجة كده، وببدأ بطريقة الدق وببدأ ادهنها، وهي تديني برضو افتح من الدرجة اللي انتوا شايفينها دلوقتي. هنا بعد الاتنين ما نشفوا دي درجة اللون اللي انا كنت عاوزاها، وهقرب لكم الشاشة تشوفوا البروز اللي انا قصدي عليها والخشانة. كده اللون حلو جدا ونفس اللون الترندي اللي طالع. هجيب بقى اي فرشة اسنان قديمة واللون البني علشان اديها الشكل الخزفي. هو دلوقتي في سبريهات بتديكوا الشكل الخزفي ده، بس بصراحة بتكون غالية قوي، فاحنا نقدر نعمل ده بكل سهولة فمش محتاجين لها. ببدأ كده اخد من اللون ويعني ارش عليها كده او اطرطش اللون عليها، مش عارفة اسمها ايه بالظبط يعني معاكم، بس ببدأ كده ارشها باللون كده بايدي. ده الشكل اللي انا كنت عايزاه، الشكل الخزفي طلع معايا كده، ولونت اللي فوق بني. ودلوقتي هوريكم بعد ما خلصوا. هنا بعد ما خلصوا حطيت فيهم الوردات
وكمان جبت قطعة من الخيش وضفت لها اللولايتين وبقوا بالشكل ده. اتمنى تسيبولي كومنت برأيكم، بحبكم.